طيب يا رجاله كده اهلا بيكم في فيديو جديد وعوده جديده لحساب الاساطير. طبعا اللي متابعني من بدري عارف ان انا معايا الحساب الاساطير ده اللي كنت بلعب بيه على الموبايل من 2018 تقريبا او 2017 كمان. حساب كده كله متغربل ليجند على ايكون مومنت وكمان كده لعيبه بيج تايم، واحنا تقريبا قافلينه من 2019 يا دوب لسه فاتحينه بالظبط كده مع حمله البيج تايم الاخيره بتاعت رونالدينيو وبيكهام ورايكارد. وبالصدفه كده لما جينا فتحنا على باكج الايبك بتاع بادجي وبيكي وادريانو طلع لنا بادجي ب100 كوين. فطبعا النهارده كده بناء على طلبكم في ناس كتير طلبت مني ان انا ارجع حساب الاساطير ده مره ثانيه، وفي نفس الوقت برضه احنا ممكن نعتبر الحساب ده من الصفر. هو زي ما انت شايف يعني هو ما يحسبش من الصفر قوي، هو الحساب كله عتاوله، بس يعتبر بالنسبه لاي فوتبول 25 هو من الصفر. فاحنا النهارده كده جايين معانا فتحات كتير قوي على اكتر من باكج ومعانا عقود اختيار. زي ما انت شايف قدامك كده معانا 19 فتحه منهم عقدين اختيار، واحد على البيج تايم وواحد على ايبك. جايين النهارده كده نطور الحساب ده على قد ما نقدر ونخليه حساب اسطوري اكتر ما هو اساسا اسطوري، غير ان احنا معانا كمان 700 كوين ممكن نجيب منهم مدرب عشان احنا معانا المدرب هنا جي بي. فالنهارده هيبقى فيديو الصراحه على الرايق قوي. عايز بس كده قبل ما ابدا الفيديو النهارده اشكركم يعني لحد بكره، لان احنا من اول الشهر ده كان عندنا تحدي ان احنا نوصل 10000 مشترك لحد نهايه شهر 7، واحنا النهارده كده خلاص فاضل يومين 3 على الشهر وفاضل بالظبط 300 مشترك او 400 مشترك علشان نوصل ل 10000. فالصراحه ما قصرتوش نهائي، فبالتالي انا كمان مش هقصر معاكم. بمناسبه كده وصلنا 10000 مشترك يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله هنزل لكم كده حساب هيكون من نصيب واحد منكم. اهم حاجه بس عشان الاكونت ده يكون من نصيبك لازم تكون مشترك معانا على الرابط اللي عندك في الوصف او في اول كومنت مثبت، علشان هناك طبعا هعلن على اللي هياخد الحساب ده هيكون حساب اسطوري وان شاء الله يكون من نصيبك. ده غير كده اهم حاجه ان انت تبقى عامل لايك على الفيديو ده، مشترك معانا في القناه، وان انت تبقى منضم معانا على الرابط اللي تحت. تمام كده يلا بينا. طيب يا رجاله كده احنا زي ما قلنا معانا 19 فتحه ومعانا 700 كوين. طبعا احنا هنسيب المدرب للاخر، احنا كده كده هنجيب مدرب، بس تعالوا نشوف كده ال 19 فتحه دول على ايه. طبعا احنا النهارده نزل معانا باكج الشو تايم ده في الفاضي والام اس ان والكلام ده كله تمام، معناش منه حاجه. معانا اول حاجه 3 فتحات على باكج بروسيا دورتموند، ومعانا كمان كده فتحه على باكج نجوم الاسبوع، وده باكج بوشكاش مالناش دعوه بيه، وفتحه مجانيه او عقد اختيار على باكج الايبك، وفتحه مجانيه برده على باكج الايبك. ده غير ان احنا معانا برده 4 فتحات على باكج ارسنال واي سي ميلان، وكام فتحه هنا في طبعا عقد اختيار على البيج تايم، وكمان معانا 5 فتحات على الباكج البيج تايم، وفي الاخر كده ممكن يبقى معانا على الديلي جيم معانا واحده على الديلي جيم، ومعانا 2 على باكج دروجبا. انا متاكد ان النهارده هيبقى فيديو اسطوري. احنا النهارده تشكيلتنا هتتغير 180 درجه. تعالوا كده نبدا اول حاجه بالخفيف خفيف. نبدا كده مثلا اول فتحه على باكج نجوم الاسبوع، وقد كده الفتحه دي ماشي تنور اخضر من جوه كده كده ملهاش اي معنى. لو حد من التوبات تمام، من بعيد لابس احمر مين؟ اسباني مين المعلم ده؟ ويهان سانسيت اي ام اف. هو ريته كويس ريته كويس وبوستر هنشوف. ماشي نخش على تاني حاجه كده وهو باكج بروسيا دورتموند. معانا 3 فتحات هنودي اول فتحه ماشي على طول سكيب، مش مستنيين حد تقيل يعني. جالنا نيكولاس تشولي او سولي ماشي مدافع اللي بعده على طول. طيب هنودي تاني فتحه برده على باكج بروسيا دورتموند نفس الكلام برده عادي سكيب على طول. ده يوليان براندت ماشي ده كويس جدا. فاضل معانا اخر فتحه على باكج دورتموند وديها برده ماشي نفس الكلام برده عادي سكيب. جالنا باسكال جروس ماشي. انا شايف ان الثلاثه اللي جولنا الصراحه كويسين. طيب نشوف اللي بعد كده. ممكن احنا هنسيب عقدين الاختيار في الاخر خالص لحد ما نشوف المجانيات هتجيب لنا ايه. فتعالوا مثلا كده نبدا بالضعيف هناك. نفتح مثلا باكج دروجبا، معانا فتحتين. ودي الاولى ماشي ده طبعا دروجبا بس لابس ابيض عادي. جوستاف سيمويز حلو قوي. ودي الفتحه الثانيه على باكج دروجبا. انا كده كده الحساب ده جالي فيه دروجبا وجالي برده على البي سي، بس هو كده كده في الفاضي يعني. نفس الكلام برده عادي نجمه مالناش دعوه. طيب معانا برده كده فتحه على باكج الايبك. احنا فتحنا فتحه قبل كده عليه مش فاكر الصراحه جالنا مين، هنبص برده. عايزين بس ايبك مش هايلايت. حلو الكلام ايبك. هو مش شو تايم فده معناه ان هو مش كانتي. لو جالنا توني ادمز احنا محتاجين مدافع في الخطه دي الصراحه. نشوف كده لابس ابيض ده مين؟ ده بيكهام حلو قوي. بيكهام كويس. كده كده احنا بنسبه كبيره مش هنلحق ان احنا نجيب اي حد تاني من الباكج ده، هو خلاص يومين وهيخلص. احنا مختمين الباكج على اكونت البي سي. ممكن اعمل لكم فيديو برده كده على يعني كل لعيبه الديلي جيم وتطويراتهم ونجربهم في الديفيجن والكلام ده كله. فتمام جالنا بيكهام. نخش على اللي بعده ماشي. دلوقتي كده جه دور الباكج البيج تايم. معانا عليه 5 فتحات، المفروض ان احنا يبقى معانا 6. في فتحه تايهه مني مش عارف هي فين مع اني مخلص كل الاحداث. ماشي عموما هنودي كده اول فتحه من ال5 دول. احنا برده على الحساب ده جالنا جيرارد وجالنا 2 هايلايت، فانا ما اعتقدش ان احنا ممكن يبقى حظنا حلو يجي لنا حد تاني. دي ابيض فابيض 3 نجوم ديديه مورينيو ماشي 4 فتحات. ودي الفتحه اللي بعدها على طول نفس الكلام برده ابيض فابيض ماشي عادي. كمل اونداف. ودي الفتحه الثالثه برده ماشي برده نفس الكلام ماشي. فاضل معانا اخر فتحتين نودي برده الفتحه دي ولا اي حاجه نفس الكلام ابيض فابيض. جارسيا هيبقى فاضل معانا فتحه واحده ماشي. تعالوا كده نودي اخر فتحه دي من بره لعل وعسى. ولا عسى ولا اي حاجه ماشي سكيب على طول كده. يبقى احنا معانا عقد الاختيار هنشوف هنجيب بمين. تعالوا كده الاول نستخدم عقد الاختيار على باكج
باكج ارسنال واي سي ميلان. اول حاجه كده ممكن نجيب ساكا، ده كده يبقى اول عقد اختيار معانا. وتاني عقد اختيار بنسبه كبيره هو ديكلان رايس، يبقى احنا كده جبنا من ارسنال ساكا وديكلان رايس. وكمان ممكن نجيب من ارسنال جيكوب كيفيور، بيلعب تقريبا مدافع وباك، مدافع وباك شمال، نجيب جيكوب كيفيور. واخر عقد اختيار علشان ما نزعلش برضو جمهور الاي سي ميلان هنجيب بيه كريستيان بوليسيتش. وكده يبقى احنا استخدمنا الاربع عقود اختيار على الباكج ده، 3 من ارسنال وواحد من الاي سي ميلان. ويبقى احنا كده فاضل معانا الفتحه المجانيه على باكج الايبك وعقد الاختيار على الايبك وعلى البيك تايم. فاحنا تعالى كده نودي اول حاجه الفتحه المجانيه على الباكج ونشوف هيجي لنا مين. طيب نشوف مين اللي هناك، ده برازيلي بيبيتو ولا لا دي نيلسون؟ ليه دي نيلسون؟ كنت هاتي روني ولا جاريس بيل ولا اي حد. ماشي عادي مش مشكله، دي نيلسون كده احنا الاكونت ده يعتبر فاضي. طيب تعالوا كده قبل ما نستخدم عقدين الاختيار معانا نجيب المدرب ونحط اللعيبه اللي جات لنا في التشكيل، نشوف كده احنا ناقصنا مين بالظبط. طبعا انا بالنسبه لي افضل مدرب في اللعبه في اي فوتبول 25 كلها هو بيكن باور، بس اسلوب اللونج بول ما ينفعش غير مع خطه 3-5-2. فاحنا هنجيب مارتينيز لونج بول كاونتر علشان لو عايزين نغير الخطه ونلعب ب 4-3-3. وكده يبقى احنا جبنا مارتينيز ونرجع بقى كده نشوف تشكيلتنا عامله ازاي. طيب احنا عموما دي تشكيلتنا كده بعد ما حطينا اللعيبه اللي جات لنا، يعني تقريبا ما حطيناش اي حد من الجديد. ريكي بويدج هو اللي كان طلع لنا من باكج الديلي جيم. كمان كده لو بصيت معانا بره هنا هتلاقي ان انت عندك بيكهام، دروجبا برده طلع لنا قبل كده، وحطينا برده كده معانا المدرب مارتينيز. انا شايف ان تشكيلتنا ناقصه مدافع، فنرجع كده لعقود الاختيار ونشوف هنختار مين. مبدئيا كده من عقد اختيار البيك تايم، يعني انا شايف ان هو ما فيش مدافع صريح، هو في رايكارد وميكاليلي هم اللي ممكن يلعبوا مدافعين. وبما اننا هنا عندنا رايكارد فاحنا هنجيب ميكاليلي بحيث ان هو ينفع يلعب معانا خط نص كارتكاز وفي نفس الوقت ينفع يلعب معانا مدافع. وكده اهلا بالميكاليلي معانا في التشكيل هو اللي اخترناه. نيجي بقى كده نبص بالنسبه للباكج الايبك اللي معانا برضه عقد اختيار عليه. طالما احنا جبنا مدافع فاحنا مش محتاجين ولا كانافارو ولا كاسيريس. وبالنسبه للهجوم انا شايف ان احنا هجومنا كويس جدا، احنا معانا اوليفر كان الحارس بس ريته 97، فانا شايف ان انسب اختيار لينا هنا هو اوليفر كان اللي بيوصل 106، وهو ده هيبقى عقد اختيارنا من الباكج ده. وكده اهلا بالملك الثاني اوليفر كان. فاضل كده بس ان احنا نطور اللعيبه اللي طلعت لنا ونحطهم في التشكيل. طيب احنا عموما كده ظبطنا التشكيله بتاعتنا، حطينا اوليفر كان، ميكاليلي، دينيلسون، وبرده دخلنا باجيو معانا. ناقص بس ان احنا ندي بوسترات لدينيلسون واوليفر كان ونحاول ندي مركز لميكاليلي في الدفاع. بالنسبه كده لبوستر دينيلسون احنا معانا كام بوستر؟ معانا 7 بوسترات عشوائيه ومعانا واحد اختياري، وفي الاغلب الاختياري ده هنديه لاوليفر كان، فندي كده واحد عشوائي لدينيلسون. جاله بوستر الاريال واضح ان هو مسرح بنته. تعالى نخش على اللي بعده، بوستر تاني عشوائي جول كيبنج، تمام حلو قوي، حلو اللي بعده عادي ولا كأن حصل اي حاجه. اريال تاني ده مسرح بناته الاثنين. طب نخش على البوستر اللي بعده العشوائي، ده رابع بوستر. دولينج ده بوستر دفاعي. طب يعني خامس بوستر عشوائي لدينيلسون، شوت داون بوستر دفاعي برضه. هو في ايه ده؟ دينيلسون يعني مش هالك. ثواني، فاضل البوستر السادس هارد وركر دفاعي. اخر بوستر عشوائي معانا باسنج، ماشي يعني جاي في اخر واحده، ماشي تمام. خلصنا 7 بوسترات على دينيلسون. نيجي بقى كده بالنسبه لاوليفر كان، وده هنديله بوستر اكيد اختياري واحنا ما فاضلش معانا غيره اساسا. وبالنسبه طبعا كده لاوليفر كان هياخد بوستر السيفنج، ويبقى كده المفروض يوصل معانا 106. نبص بصه، اوليفر كان 105. اكيد في حاجه غلط ممكن تبقى في التطوير او حاجه، هبقى اظبطها له عادي. فاضل معانا اخر حاجه ميكاليلي، هنحاول بس نديله المركز علشان يقف معانا مدافع. هو عايز مركز واحد بس في الدفاع ويبقى تمام. بس سهله اهي، مدافع من اول مركز على الرايق كده. ميكاليلي بقى واقف معانا مدافع. طيب احنا هنا طبعا في ديفيجن 8 بقالنا كتير قوي ما لعبناش، فهنخش كده ونشوف الكلام هيمشي على ايه. نحاول النهارده نصعد ديفيجن 7. جالنا كده اول مباراه ديفيجن 8 برضه. طيب بالنسبه للاسهم ممكن ندخل ماركو فان باستن مكان يوهان كرويف، ونشوف كده المعلم 4-3-3 وجاب كاسيريس. حلو قوي الكلام. روح دينيلسون اول كوره، روح عم درجن ارفع واحده على دماغ رومانيجي. مش بقول لك هو اخره درجن. حلو قوي الكلام. روح دينيلسون، مش اوفسايد. اول كوره دينيلسون، باص طويل قوي بس لويس فيجو اول هدف. حلوه وحش ميكاليلي. واحده تانية كده لويس فيجو، ماشي فان باستن. روح دينيلسون، حلو قوي الكلام. نبصم بس على التاني عشان نرتاح. روح لسه. خلاص اطلع كده ودي الار 2 دينيلسون. طب فان باستن فيجو التاني. لا ماشي. اول ماتش هو خلص بال1-0. طيب هنخش على الماتش اللي بعده. نهى احمد بتلعبنا. نهى جاهزه على طول، ما خدتش وقت في التشكيله حتى. طب نشوف تشكيلتها. ماشي تمام، انت مش محتاجه تاخدي وقت، هي تشكيلتك مظبوطه. واحده بقى التانيه دي يا كرويف، هي اول جون. الاولى ما جاتش التانيه تيجي. كاكا يا ولد يا اوليفر يا كان. بره. سلام على الروقان. روح كرويف بتاعتك. واحده بقى بوش الرجل على الرايق. لا.
مين اللي واقف له؟ اوليفر كان برضه تقريبا. حلو قوي الثرو، حلو قوي، حلو قوي الثرو ده. نوع اتعادلت وبتحتفل. انت ما سالتيش عليا. هي بقى خلص لنا الماتش روماريو على الرايق. بقول لك يا نوح انت ما سالتيش عليا قبل ما تحتفلي، ومش هحتفل برضه عشان انا راجل نضيف. بس خلص الماتش 2-1 كده، صعدنا ديفيجن 7 بكل سهوله. طيب كده صعدنا ديفيجن 7 على طول، نخش مش هنكمل اكيد الماتشات، ونحاول نكمل برضه نصعد ديفيجن 6. طيب هنخش على الماتش اللي بعده. ماشي، لما نشوف كده خطه المعلم بتقول ايه. 4-3-3 وجاله فان باستن وبيول، يعني جابوا واحد وجاله واحد. حلوه يلا يا كان، يلا حلوه يا اوليفر. يا ابن اللعيبه يا كرويف فيجو. المس خلص يا روبرتو يا باجيو. الماتش ده فيه لاج مش عارف ليه، الماتشين اللي فات كانوا ماشيين كويس قوي. يا ولد يا كرويف لو تروح صح الرومانيجي. حلو الكلام. رومانيجي بقى كده واحده ار2 خلصها. سهله، انا المفروض ازود باور، بس قلت ده رومانيجي يعني مش هيجلي. يا ولد يا ولد يا ولد، روح بقى المره دي بقى رومانيجي، روح المره دي بقى بالاوتسايد. الاوتسايد خلصتها. يا لا 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 لا, لا حط. الحمد لله. انا سبت الموبايل كنت ممكن ما اخدش بالي، انا قلت خلاص دخلت. يا ولد يا كرويف روح رومانيجي. واحده بقى كده باور. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ضربه جزاء. بقول في ايه، بس هو ليه كرويف ما عملهاش وان تاتش على طول؟ ولا اسمه ايه رومانيجي. ماشي بيرلو اعتقد اكيد هو احسن واحد عندنا في الفرقه. ودي ولا ياسين بونو على السهله الهدف الثاني. يا ولد يا ستيفن يا جيرارد. واحده دينيلسون على دماغ فيجو، دخل لا ما دخلتش. والله كنت عارف وقاريها ماشي. بعيده بعيده، بس انا كنت قاريها. لا 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 لا، اوليفر كان عالمي يطلع عشان الماتش خلص. ماشي خلص الماتش الاول في ديفيجن 7 2-0. طيب هنخش على الماتش اللي بعده. سالي ايه محمد، سبحان الله يا جدع، خطته تقيله جدا جدا جدا. غالبا ده كده ممكن يبقى اول ماتش نخسره النهارده، بس بقول لك ايه ما تنساش انا هنا. لا لا لا، الغلطه دي ما تنفعش في ماتش زي ده. ما ينفعش اللي بيحصل ده. اول جون اول جون، لعيب لعيب يا اوليفر يا كان. مش باقول لك الغلطات دي ما تنفعش، يا الله يا ابن اللعيبة يا أوليفر يا كان. روح يلا يا رومانيجي، روح. حلو أوي، أوي، أوي الكلام. لحقت والله يطلّع الحارس، لحقت. outside بقى ما تضيّعهاش، ما تضيّعهاش يا رومانيجي، الماتش صعب. واحدة يلا يا دينيلسون كده على دماغ رومانيجي والّا روبرتو باجيو. أوليفر كان. مش أنت المفروض cross specialist يعني متخصص عرضيات، فين العرضيات بقى؟ فين العرضيات ها قُل لي، روح، روح كرويف. واحدة R2 على الرايق، فين العرضيات يا عم دينيلسون؟ 2-0 باقول لك أنا هنا. التالت ده والّا إيه؟ التالت ودّي واحدة باور شوت رومينيجي. قُلت جون، كنت عايز أضمن بيها الماتش دي. روح لويس فيجو. أنت بقى عرضياتك حلوة، هتودّي واحدة على دماغ باجيو. أوليفر كان. حلو أوي الكلام. روح روما. جبتها يلا يا رومينيجي، واحدة رُب على الرايق. لازم نضمن الماتش بجون تالت، هو في ثانية ممكن يجيب جونين ويرجع عادي. الشاب الدرجن فايق، الشاب الدرجن وكرويف بره، او يعني اوليفر كان صدها. بس خلص الماتش 2-0. ده يعتبر اصعب ماتش لعبناه لحد دلوقتي، بس بقول لك انا هنا. الماتش اللي بعده هو ماتش الصعود لديفيجن 6. اذا انت زلمي فوز عليا. المعلم قلبه جايبه قوي، مش فاهم على ايه. هي ايه الخطه دي يا معلم؟ يحصل حاجه لو المرتده دي كانت جون؟ اعتقد مش هيحصل. روح باجيو. روح 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 كرويف. ماشي حلو الكلام. روح جيرارد. لا لا طولت قوي يا كروي، طولت قوي على جيرارد يا كرويف. دي مرتدة الهدف الأول دي يا صاحبي. واحدة كده من هنا جيرارد. يا لعيب يا جيرارد يا لعيب. روح ده نيلسون روح. هو الواد واقف ليه؟ الواد سايب الدراع؟ معلش انا عايز اصعد ديفيجن، عايز اصعد ديفيجن 6. هو بيسيب شويه ويمسك شويه، تقريبا النت عنده ضعيف. انا قلت كده برضه، هو الماتش صعب عليك والنت عندك واقع، ورسميا صعدنا ديفيجن 6. طيب يا رجاله زي ما قلنا كده رسميا هنعمل سكيب لبقيه الماتشات، ويبقى احنا كده صعدنا ديفيجن 6. كنا بدانا الفيديو ديفيجن 8، 5 ماتشات صعود ديفيجن 6. عموما كده يا رجاله هو ده كل اللي كان معانا النهارده بالنسبه لتطوير حساب الاساطير. ان شاء الله برضه ممكن نكمل في السلسله دي ونحاول نعمل جنبها سلسله من الصفر. فلو عجبتك السلسله دي اكد عليها برضه في الكومنتات كده عشان اكمل لكم فيها. وزي ما قلت لكم ما تنسوش ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي في حساب هيتوزع عليكم، فعشان يبقى من نصيبك لازم تشترك معانا على الرابط اللي عندك في الوصف او في اول كومنت مثبت. وما تنساش لايك الفيديو واشترك معانا في القناه. اشوفكم على خير يا اخواتي الفيديو الجاي. سلام.